السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم وأيامكم وقلوبكم في كل حب وخير. صباح يوم الثلاثاء 23/2/2021. بهي النشرة الصباحية رح نذكر أسعار صرف الدولار، وعندنا تصريح هام من وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا. بداية خلينا نذكر أسعار الدولار أو أسعار الليرة التركية مقابل الدولار. في انخفاض قليل في الليرة التركية، كل واحد دولار ب7.3، يعني كل 100 دولار ب703 ليرات تركية. كل 100 يورو ب 8.56 قرش ليرة تركي، كل واحد ليرة تركي ب 496 ليرة سورية. كل واحد ليرة تركية ب 208 دينار عراقي. كل واحد ليرة تركية ب 2.23 جنيه مصري. كل واحد دينار ليبي ب 1.58 قرش في الليرة التركية. أما عن كل واحد ريال سعودي ب 1.87 قرش في الليرة التركية. نجي لتصريحات أدلى فيها وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا. بيحكي أدلى وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا بيان سريع وهام لفت فيه الانتباه إلى حقيقة أن هناك زيادة في عدد الحالات في بعض المحافظات بناء على جدول العدد الأسبوعي للحالات حسب كل مدينة. سابقا صرحوا أن كل مدينة راح تتحاسب على حسب عدد الإصابات اللي فيها. كل 100 إصابة مقابلها كل 100 فرد أو كل 100 شخص في المدينة يقابلها 10 أشخاص. فلو كان 10 أشخاص فما دون راح تفتح كل القيود في المدينة. وأعلن الوزير في تدوينه على حسابه على تويتر عن بيان العدد الأسبوعي للحالات حسب المدينة، وأشار إلى أن هناك زيادة كبيرة في بعض المحافظات، لافتا أن هناك زيادة كبيرة في عدد الحالات التي تقابل 100 ألف نسمة أسبوعيا في بعض المحافظات. وقال كوجا في هذه الأيام التي نتحدث فيها عن التطبيع يجب على كل منا الامتثال للتدابير أكثر من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل أسرع. يعني بالتركي نولر بلا ما يكون في زيادات، خلي ترجع الحياة لطبيعتها. يعني خلينا نحاول قدر الإمكان حتى الأشخاص مش ملتزمين من أخوتنا الأتراك والعرب والأكراد نوعيهم عشان ترجع الحياة. لأنه كل محافظة هلأ معتمدة على نفسها، معتمدة على قوتها، معتمدة على قدرتها في المحافظة على التباعد الاجتماعي ومكافحة هذا الوباء. فإن شاء الله بواحد الآذار على هالأساس كل مدينة محافظة على الأعداد أو عم بتقل فيها الأعداد راح تنفتح وترجع الحياة طبيعية 100%، وترجع المدارس وتفتح المطاعم وخلاص الناس تمارس حياتها الطبيعية. فنولور خلينا نحافظ قدر الإمكان على التدابير الوقائية، على هالأساس تنزل الإصابات بإذن الله تعالى. طبعا احكوا لنا انتم من اي محافظه عم تتابعونا، وشو هو اللون اللي عندكم، الاصفر ولا الازرق ولا الاورنج ولا الاحمر. ايامكم طيبه سعيده ومباركه، دمتم في امان الله.